بيشوف نيتشه إن الحب الحقيقي الحقيقي إنها بتكون قوة دافعة للارتقاء. خد بالك أنت، خلي بالك كل الحاجات دي بتخبط في الحلل منهم أنت يعني. عندك قصة قيس وليلى انتهت بجنون قيس وتدمير حياته. تخيل يا صديقي إن حبك لشخص كفيل بس إن هو يجننك ويدمرك ويبوظ حياتك وتخرج من العلاقة مش زي ما دخلتها إنسان طبيعي وبشري عادي يقوم ويعيش ويدخل الحمام ويتفرج على خد بالك أنت. فلما قيس رجع من السفر وقابل ليلى كتب القصيدة دي. ازاي نحب وازاي نعرف اننا بنحب؟ طيب احنا قلبنا على اسامه منير قوي، ولكن هنا السؤال: ما هو الحب؟ بنلاقي كاتب كتاب فن الحب لاريك فور بيسأل في كتابه: هل الحب فن؟ لانه بيتطلب مننا بذل مجهود ولا احساس باعث عن اللذة؟ ومن اسم الكتاب مكتوب على الفردية الاولى. بيبدأ لاريك انه يتكلم اكتر عن وجهة نظره في الحب. لاريك بيقول ان مشكلة الانسان في الحب ان شايف ان المعضله الكبيره في انه يتحب مش انه يحب. السؤال هنا ازاي تحب؟ لاريك بيقول ان الحب بقى اصعب بكتير بسبب عده الاختيارات اللي بقت موجوده في القرن العشرين مقارنه بالقرون الاولى. القرون الاولى كانت الاختيارات محدوده، زي بنت عمك او بنت خالك او اي اتنين كروموزوم اكس في العيله بتاعتك، وبعد كده بدات تتوسع اكتر وانك ممكن تتجوز من القريه بتاعتك. في النهايه يعني هتتجوز من نفس البيئه ومن نفس الطبقه الاجتماعيه. ما كانش في حاجه اسمها شوجر دادي زمان. والمهم يا صديقي الحبيب، مع انفتاح السوشيال ميديا ومع كثرة الاختيارات دي الإنسان بقى عنده وسواس، عارف إن الشخص اللي معاه ده في مكان ما في زمن ما في أحسن منه، وده خلى نسبة الانفصال تزيد عن القرون اللي فاتت كتير. وممكن ناخد رأي واحد من الفلاسفة زي أفلاطون، واللي عمل مفهوم للحب اسمه الحب الأفلاطوني، قمة النرجسية يعني. أفلاطون ما بصش على الحب كعاطفة سطحية أو انجذاب جسدي، بل شافها قوة أساسية نحو امتلاك الجمال الأبدي، متداركا للحب في حاجة اسمها السلم الأفلاطوني، قمة النرجسية برضه. السلم ده بيبدأ من أدنى درجاته وهو انجذاب الإنسان للطرف الثاني عن طريق الجسد، واللي ده ممكن استنى عشان الحاجات دي مش هينفع نخش فيها. ايه؟ هو أفلاطون بيتكلم إن هو الانجذاب ده للجسد المفروض إن أنت ما تقفش عنده، عشان الجسد ده ممكن في يوم من الأيام يتغير تحت أي ظرف من الظروف، فالمفروض إنك تكمل بقى. يعني ما تشوفش واحده كيرفي تقول لها اوف ده انت كيرفي، لا تعالى اخطبك بقى، فاهم؟ لا. افلاطون بيقول ان الانجذاب الجسدي هو ادنى درجات سلم الحب اللي هو بيتكلم عليه ده، وان المفروض الانسان ما يوقفش هنا عشان تحت اي ظرف من الظروف الجسم ده ممكن يتغير بحادثه، اكله تقيله، نوم زياده، تعب. الخطوه اللي بعديها هو ارتقاء الحب لجمال الارواح والاخلاق الفاضله، بحيث ان يدرك الطرف الثاني او المحب ان جمال الروح اعمق ودائم اكتر من جمال الجسد. ثم يتسع جمال الحب ليشمل القوانين والنظم الاجتماعيه العادله. واتمنى تكون فهمت الحته دي عشان انا فهمتها بالعافيه يعني. انا مش فاهم. ايه؟ انا مش فاهم. اتمنى تكون فهمت الحته دي عشان انا فهمتها بالعافيه بصراحه. ما تفهمش؟ مش قصه يعني. افلاطون بيكمل وبيقول: وفي ذروه هذا السلم بيصل المحب الى From of beauty itself. لا انا جاي From معايا يا ابني ايه يا ابني؟ هي from of the beauty تقريبا. From of the لا from beauty itself اصلا. From beauty هو يا اسطى ما انت اللي كاتب يا اسطى مش هم. حاجه اسمها الجمال المطلق، وهو الجمال الازلي الغير متغير اللي مش بيحدده زمان ولا مكان. عندك عكس مفهوم افلاطون جه واحد اسمه جان بول، عايز الجنه اللي تحت ده. جان بول سارتر في كتاب سارتر الوجود او العدم بيحلل سارتر العلاقات، بيوصل لنتيجه مفائدها ان كل علاقه مع الاخر هي في الاساس صراع من اجل السيطره على حريته. لما الشخص بيبدا يحب بيحاول يمتلك حريه الشخص اللي قدامه. بيقول سارتر في النظريه دي ان كل شخص في العلاقه دي بيحاول يجرد التاني من حريته، والحب اللي بيتشاف بالنظره دي غالبا بيبقى محكوم عليه بالفشل، لان كل ذات بتسعى للحفاظ على حريتها واستقلالها. بالنسبه لسارتر الحب مش اتحاد، بل هو مشروع فاشل وكل واحد بيحاول ياكل حريه التاني، وفي النهايه بيصف ان العلاقات دي ما بتنجحش. بيشوف سارتر ان الحب الحقيقي غير ممكن، الحب الحقيقي وان العلاقات الانسانيه محكوم عليها بالتصارع والتوتر، وان الجحيم هم الاخرون. ودي مقولته المشهوره اللي بتلخص رؤيته عن العلاقات. وعندك الفيلسوف الالماني نيتشه بينتقد نيتشه في كتابه الحب اللي قايم على الشفقه، خد بالك انت، او التضحيه بالذات، خد بالك انت، وبيعتبرها مظهر من مظاهر الضعف، خد بالك انت. فالحب اللي بيتكلم عليه نيتشه او اللي هو بيروج له يعني هو الحب اللي بيدفع الطرفين للنمو والتطور وتحقيق اقصى امكانياتهم. بيشوف نيتشه ان الحب الحقيقي انها بتكون قوه دافعه للارتقاء، خد بالك انت، خلي بالك كل الحاجات دي بتخبط في الحلل منهم انت يعني. الحب الحقيقي خد
واخد بالك انت؟ الحب اللي بيتكلم عليه نيتشه بيتطلب شجاعه واخد التحديات سوا بقى وكل الحاجات وطفح الفراشات وهفضل معاك وجنبك يا حبيبي وكل الحاجات الحلوه دي، وقدره التغلب على الذات والسعي الدائم لمحاربه الدنيا لاجل النفس والحاجات الحلوه دي، وبيرفض اي شكل من اشكال الضعف في العلاقه، خد بالك انت؟ زي انك بتتهان وبتتضرب مثلا وساكت عشان بيحبك، خد بالك انت؟ فالعلاقه المفروض تقوم على قوه متبادله والنمو والتبادل المشترك. طيب احنا بقالنا كتير بنتكلم على الفلاسفه وبنقول قد ايه الحب جميل بقى وطفح الفراشات والدنيا ورديه وبتاع، بس الفكره هنا ان الحب والعلاقات ممكن تقلب على طرف من الاطراف بالجنون او الامراض النفسيه او حتى الامراض العضويه والجسديه. عندك مثلا اشهر 3 قصص حب نعرفهم في الحياه تقريبا، روميو وجولييت، عنتر وعبله، قيس وليلى، ال3 مش بينتهوا بجواز. عندك قصة قيس وليلى انتهت بجنون قيس وتدمير حياته. تخيل يا صديقي ان حبك لشخص كفيل بس ان هو يجننك ويدمرك ويبوظ حياتك وتخرج من العلاقة مش زي ما دخلتها انسان طبيعي وبشري عادي يقوم ويعيش ويدخل الحمام ويتفرج على خد بالك انت. طيب خلينا نخش في قصة قيس وليلى عشان هي مثيرة للاهتمام بالنسبة لي بصراحة. قيس بن الملوح وليلى اللي ملهاش الشرف ان احنا نقول اسمها الثنائي بصراحة. قصة قيس وليلى بتبدأ بطفولتهم وهما الاتنين بيحبوا بعض، وقيس كان بيستنى ليلى تحت بيتها عشان يشوفها وبتاع، لحد ما قيس قرر ان هو يروح يخطب ليلى. فراح قيس لابو ليلى عشان يخطب ليلى وابوه قال له على المهر، فقرر قيس ان هو يسافر عشان يتاجر وبفلوس التجاره يروح يدفع المهر لابو ليلى. وهنا في معلومه محتاج تعرفها، وهو ان في السعوديه زمان كانت البنت لما بتتخطب بتحن ايديها باللون الاحمر في طرف صوابعها اللي فوق، عشان دي معلومه هنحتاجها يعني. فلما قيس رجع من السفر وقابل ليلى كتب القصيده دي. ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمرا فقلت خضبت الكاف على فراقنا قالت معاذ الله ذلك ما جرى. قيس لما رجع وقابل ليلى لقاها متحننه بالحنه الحمراء دي على طرف صوابعها. ما اقول لك الصراحه قيس يعني هتفرج على قيس ازاي؟ قيس مفيش تليفونات. احنا ايه اللي جابنا للسجن؟ ما عشان ممكن يحاول يعمل موف اون. ليه حد يعمل موف اون على الحب؟ ليه يا حبيبي؟ والله ما عارف. انت كنت بتعمل موف اون على قيس لما رجع وقابل ليلى لقى في ايديها الحنه دي وقال يعني قصيدته وجدت بنانا العامريه احمرا فقلت اخضبت الكف على فراقنا، يعني اول ما انا مشيت وسافرت عشان اجيب لك مهرك اتخطبتي على طول كده. بترد عليه ليلى وبتقول له معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني لما وجدتك راحلا، لما شفتك ماشي خلاص بكيت دما حتى بللت به الثراء، عيطت دم لحد ما بليت التراب اللي حواليا، فمسحت باطراف البنان اللي هي الحته دي مدامعي فصار خضابا في اليدين كما ترى. الفكره اصلا ان رد ليلى كان في دماغ قيس، يعني هو قيس لما قال لها اخضبت الكف عند فراقنا ما ردتش عليه بل مشيت عادي جدا يعني. هي بجد مشيت؟ ايوه ردها كان في دماغه. يعني هو كل ده اصلا يعني هي ما قالتلوش حاجه؟ يعني هو شافها بس وخلاص؟ لا هو شافها وراح اتكلم معاها وقال لها خطبت الكف عند فراقنا بس بعدين. دي كانت بس لحد مشيت بجد؟ مشيت يا بنت العب. الحب الحقيقي. ومن هنا كانت مرحلة التحول من قيس بن الملوح الشاعر والتاجر تقريبا ناجح في حياته لمجنون ليلى. ومجنون ليلى اللي هو قيس يعني كتب أشعار بتدل على حب ليلى زي ألست وعدتني يا قلب إنني إذا ما تبت عن ليلى تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى فما لك كما ذكرت تذوب، وما لك قد حننت لوصل ليلى وكنت حلفت أنك لا تؤوب، بل قد عدت يا قلبي إليها فهذا الدمع منسكب صبيب يخبر إنما الأشواق نار وتحت النار أضلاع تذوب. من القصص اللي بتوريك غيرة قيس على ليلى مع الحاجة اللي هي دلوقتي مش ملكه، اللي هو ثانية واحدة عشان السترونج اندبندنت وومن هتقول ان الراجل ملك الست بقى. لا الست ملك الراجل بقى والحاجات دي، قصدي انها مش متجوزة خطيبها مرافقها مصاحبها مش كده فاهم. المهم في ليلة من الليالي جوز ليلى كان قاعد وسط رجال متحوطين بحطب وبيتدفوا منه وبتاع، فجه قيس وقال له بربك هل ضممت اليك ليلى قبيل الصبح او قبلت فاها وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوان على نداها. فجوز ليلى رد عليه وقال له بما أنك استحلفتني بربي اللهم إني قد فعلت.
فقيس اخد حته من الجمر ومسكها في ايده ورماها على جوز ليلى، وبعدها راح للصحراء حيث بقى وحيدا يرى الصحراء خمرا والسماء وجه حبيبته، ومات هناك وحيدا. طيب ده مثال من اقوى الامثله على العلاقات والحب المؤذي، الحب اللي بيخلي طرف من الاطراف يطلع من العلاقه مش زي ما دخلها، يطلع مريض نفسي او مجنون، يطلع مكسور او مقهور او حتى مظلوم. فما تبقاش انت الشخص الظالم او المؤذي، لان داين تدان. وما تبقاش ليلى، ما تبقاش قيس برضو، فاهم؟ ما تتجننش يعني. حاول تكون بني ادم عادي وابعد عن 3 حاجات، ابعد عن التدخين والفاصوليا البيضاء، اهم حاجه الفاصوليا البيضاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نلقاكم الخميس الجاي باذن الله، عشان الحلقه دي تعبتني نفسيا بصراحه، وتصحبكم السلامه واتكلوا على الله.